أهلا بيكم يا جماعة في جولة تحليل ونقاش معمق جديدة. بما إنكم بتتابعونا على اليوتيوب دلوقتي، ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة إحنا بنغوص في موضوع نقدر نقول عليه شيق شوية. أهلا بيكي. موضوع النهاردة فعلا غريب. إحنا بنتكلم عن ترند تأجيل الخلفة في أول سنة جواز. بالظبط. تخيلوا كده عريس لسه في شهر العسل وبيطلب من عروسته يأجلوا الخلفة عشان يختبرها أول سنة. بس المفارقة هنا إن العريس ده نفسه ممكن يرفض تماماً يمضي إيصال أمانة لحماه قبل الجواز. عشان بيعتبرها إهانة لكرامته. أيوة، وتشكيك فيه. تناقض غريب جدا. المصادر اللي معانا بتطرح إن الدافع الأساسي للشباب دي هو الخوف. خايفين من القوانين الوضعية اللي بيشوفوا إنها بتهدد قوامتهم، فبيحاولوا يقللوا خسائرهم على قد ما يقدروا. بس خلينا نكون واقعيين، هو بيفكر يقلل خسائره. طب ما هو نسب الطلاق عالية فعلا اليومين دول، مش ده تفكير منطقي؟ بصي، نقطة التخوف دي مفهومة جدا. المصدر بيشرح إن اللي بيحصل هنا يعتبر مجرد آلية دفاعية. يعني الشاب بيبقى حاطط سيناريو الانفصال قدام عينه بسبب المناخ العام. مستني المشكلة تحصل. بالظبط. بس المشكلة زي ما التحليل بيوضح إن التركيز الزايد على فكرة تقليل الخسائر ده بيمنع الطرفين من إنهم يستثمروا بجد في إنجاح الزواج نفسه. يعني كأنك اشتريت عربية زيرو تماما، بس رافض تسوقها أو تطلع بيها من الجراج عشان خايف تتخبط. وصف دقيق جدا. ولما تكون داخل العلاقة ومستنيها تفشل، عقلك الباطن مش هيبذل المجهود المطلوب عشان يحل الخلافات الطبيعية اللي بتحصل في أي بيت. طب ما هو الورق اللي معانا بيكشف حاجة صدمة شوية بخصوص الإجراءات دي وتكلفتها الخفية، تحديداً لما بيلجأوا لطرق زي العزل لمنع الحمل. دي نقطة محورية جدا في النص. النص بيربط بين التصرف ده وبين إن الزوجة يجيلها اكتئاب غير مبرر، والزوج نفسه بيبقى واقف مش فاهم في إيه اللي يخلي مجرد وسيلة منع حمل تعمل أزمة نفسية تهدد البيت بالشكل ده. الموضوع هنا مش مجرد حاجة فسيولوجية خالص. البعد النفسي أعمق بكتير. المصدر بيفسر إن التصرف ده بيوصل للزوجة رسالة لا شعورية كده إنها لسه تحت الاختبار. يا ساتر، إحساس صعب قوي. جدا. إنها مش شريكة دايمة. الإحساس بالرفض المبطن ده وعدم اكتمال العلاقة الطبيعية بيخلق جواها حالة من انعدام الأمان. وده غير نقطة تانية مهمة النص ركز عليها. اللي هي ضغوط أول سنة زواج بطبيعتها؟ أيوة. الزوجة بتنتقل من بيئة أهلها المألوفة لبيئة جديدة تماما. دي لوحدها ضغوط نفسية كبيرة عليها. يعني هي أصلاً مضغوطة من التغيير ده كله، والزوج بدل ما يطمنها ويديها الأمان بيحطها تحت ميكروسكوب الاختبار. طب ما هو حسب كلام المصدر وجود طفل في المرحلة دي كان ممكن يساعدها. ده حقيقي. الطفل بيبقى نقطة الارتكاز اللي بتساعدها تتجاوز معاناة الانتقال دي وتبني حياة جديدة. تأجيل الخلفة بيخليها معلقة أكتر بالماضي وببيت أهلها. بالظبط. والمفارقة الكبيرة اللي المصدر بيبرزها هنا إن الشاب من كتر خوفه من الطلاق بيخلق بيئة مشحونة بالشك والضغط النفسي. والبيئة دي هي اللي بتسرع بخراب البيت أصلاً. كأنه بيجيب لنفسه المشكلة اللي بيهرب منها. صح. العفريت اللي بيحاول يصرفه بقرار التأجيل هو نفسه اللي بيحضره. ده يرجعنا بقى لقصة إيصالات الأمانة اللي لفتت نظري في المصادر. الشاب اللي مش واثق في عروسته وعايز يختبرها سنة كاملة. بس لو حماه طلب ضمان مادي كرامته بتنقح عليه. بالظبط كده. إزاي المصدر بيقرأ التناقض العجيب ده؟ المصدر بيشوف إن ده نابع من لخبطة في فهم طبيعة مراحل العلاقة. يعني الورق بيطرح فكرة إن الخطوبة هي فترة المذاكرة والدراسة، لكن الزواج هو الامتحان. أيوة، الامتحان اللي بدأ بالفعل ومفيش مجال لتأجيله. الشاب اللي متخيل إنه هيختبر زوجته أول سنة ناسي حقيقة مهمة بيطرحها النص. إيه هي؟ لو الطرف التاني بيتصنع أو بيمثل، فاللي يقدر يمثل فترة الخطوبة هيقدر يمثل سنة واتنين وتلاتة بعد الجواز. الاختبار الحقيقي خلاص وقته خلص بمجرد ما اتجوزوا. بالظبط كده. الحل اللي المصدر بيطرحه مش في التكتيكات الدفاعية. الحل هو التعلم، وإن القرارات تكون مبنية على فهم ناضج وبناء ثقة حقيقية، مش قرارات صبيانية مبنية على الشك. لأن القرارات اللي بناخدها بدافع الخوف المطلق زي ما شفنا هي غالباً اللي بتعمل الكارثة اللي بنخاف منها. محاولة تجنب المخاطرة بنسبة 100% في الجواز هي أكبر مخاطرة أصلاً. وبدل ما نسوق العربية ونستمتع بالرحلة، بنفضل محبوسين في الجراج. وصف جميل جداً. وفي النهاية يا جماعة حابين نسيبكم مع فكرة كده للتأمل.
بناء على كلامنا. إذا كانت فترة الخطوبة هي وقت المذاكرة المفتوح، فكم عدد الأشخاص اللي بيدخلوا قاعة امتحان الزواج وهم ما فتحوش الكتاب من الأساس؟ سؤال يخوف بصراحة. شاركونا رأيكم في التعليقات يا جماعة. هل تتفقوا مع فكرة تأجيل الإنجاب في أول سنة زواج عشان تتجنبوا الخسائر؟ وليه؟ وما تنسوش تتابعوا باقي حلقات السلسلة الحالية إزاي تدرس خطيبتك، وكمان السلاسل التانية المرتبطة على القناة زي سلسلة إزاي تدرسي خطيبك وسلسلة قطوف حول الخطبة. شكراً ليكم ونشوفكم في نقاش جديد.